بطريقة الإلهام، يعني سيدنا جبريل ما نزلش. إذا أردت الاستسقاء على موسى حي فأسقيه باليد. حاج عبد البلاء صحيح، هو الإنسان لما يستبقي ابنه حيا يلقيه في اليد؟ طبطب عليه والغطيس الباب وإحنا عليه جواه، مش كده ولا إيه؟ إنما يلقيه في اليد. العقل يصدق هذا الكلام؟ ممكن. تقول حافظ على ابنك ويش الباب، لكن الإيمان يا إخوة، الإيمان يأتي بكل شيء. ربنا يقول إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى الضرعين فإذا خفت عليه أن يذبحه فرعون فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وبعد يقول إيه؟ ولا تخافي ولا تحزني يا رب إنا أردوه إليك وجعلوه من المرسلين. طفل صغير وضيع هيتقرب البعض. النيل بتاعك لا بيعرف يعوم ولا بيعرف يتكلم ولا يعرف شيء في الدنيا ولا شيء. تصور انت قلب الموت ربنا صوره في البيت واصبح فؤاد ام موسى فارغا. في الجمال فؤاد ام موسى الفؤاد مش القلب، لا الفؤاد الغلاف اللي فيه القلب، فيه غلاف كده حوالين ايه المضغه بتاعت القلب دي، غلاف ده اسمه فؤاد. هذا الفؤاد اصبح فارغا. فارغا من ايه؟ فارغا من كل ما يتصوره الانسان. خلاص هتروح تقول لفرعون تبني ده كنت هيكون عليه عسكر. ربنا يقول بعدها ايه؟ لولا أربطنا على قلبه يا رب تكون من المؤمنين. يعني ايه تكون؟ المؤمنين معناها يعني المصدقين لقول الله إن أرادوه إليه وجعلوه من المرسلين. شوف جمال القرآن. اللهم اجعل القرآن نعم ولو أقصى ولا أحسن. اللهم اجعل مشكلات الموضوع، اللهم اجعله إيمانا لله. آمين.